السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة ما حدش فينا ما بيحبهاش. كيكة سهلة وبسيطة، من أحلى وألذ الكيكات الباردة اللي ممكن تعملوها في الصيف. بجد ما ينفعش يعدي الصيف من غيرها. هنعمل النهارده كيكة التريليتشا التركية أو بالمصري عندنا القشطوطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أنا عملتها معاكم قبل كده بكيكة أسفنجية، المرة دي هعملها معاكم بكيكة عادية سهلة تتعمل في الخلاط عشان اللي ما عندوش مضرب كهربائي. فبجد هتعجبكم المرة دي الطريقة عشان سألتوني عليها قبل كده في المرة اللي فاتت. كيكة سهلة وهشة هشاشة مش طبيعية يا جماعة، شايفين ارتفاعها عامل ازاي. وهنعمل اسهل واظبط طريقة للصوص الكراميل، استحالة يفشل معاكي بس اتبعي الخطوات اللي انا هقولك عليها. يلا بينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ متنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم كوباية وربع من السكر. السكر هنا ممكن تقلليه الكوباية عادي مفيش أي مشكلة، وطبعا عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. أنا هنا هستخدم المضرب الكهربائي بس هي عادي ممكن تتعمل في الخلاط عادي، أنا بس هستخدمه عشان التصوير بيكون كويس أكتر والصورة باينة أكتر. ممكن كمان تستخدمي المضرب اليدوي بس هياخد منك وقت ومجهود شوية. المهم هنضرب فيهم لحد ما القوام معايا لونه يفتح زي ما انتوا شايفين معايا كده، وكمان السكر يدوب كويس جدا. لازم نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام فاتح وهشش جدا زي ما انتوا شايفين، واتأكدت خلاص ان السكر ده كويس. الخطوة التانية وهي خطوة مهمة جدا هتفرق معاكي في هشاشة الكيك. أول حاجة معايا كوباية من اللبن اللي زي ما انتوا شايفين كده، أي نوع لبن انتوا متوفر عندكم. ومعايا كمان 3 معالق كبار من الزبدة وربع كوباية زيت، يعني حوالي ربع كوباية زيت وربع كوباية زبدة. لو مش متوفر عندك زبدة هتحطي نص كوباية زيت. هعمل فيهم ايه؟ هرفعهم على النار لحد بس ما يدفوا معايا. يدفوا يا جماعة، مش عاوزاهم يسخنوا. على ما خليط اللبن والزبدة والزيت يطفوا مع بعض هبدأ أحضر المواد الجافة، وهي عبارة عن كوباية ونص من الدقيق. هنخلهم كويس جدا، أنا خلطهم مرة قبل كده وهرجع نخلهم مرة كمان معاكم عشان ده بيفرق معايا في هشاشة الكيك. عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو الكيك شيف. وطبعا ما ننساش رشة الملح ونقلبهم كويس جدا مع بعض، وكده كده خليط مواد الجافة بقى معايا جاهز. بعد كده خلاص الخطوة التانية بعد ما خليط الزبدة واللبن بقى دافي مع بعض، هبدأ زي ما انتم شايفين كده احط بالتبادل، يعني احط مثلا معلقتين كبار من الخليط الجاف بالتبادل معاهم جزء من الخليط السائل اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن اللبن والزبدة والزيت، وهكذا بالتبادل لحد ما اخلص الكمية كلها. هافضل أعمل كده لحد ما أخلّص الكمية كلّها، شوية من خليط السائل وشوية من خليط الجاف زي ما أنتم شايفين كده، لحد ما خلّصت الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين معايا. باضرب كل شوية بعد ما أحط كمية من الخليط السائل والمواد الجافة لحد ما أوصل للقوام اللي أنتم شايفينه ده. شايفين قوام الكيكة عامل إزاي يا جماعة؟ بيبقى قوامها أخف من قوام الكيكة العادية. الكيكة ديّة ممكن تبقى طريقتها تستغربوها شوية، بس يا جماعة تطلع معاكم هشة ومرتفعة بالطريقة اللي أنتم شفتوها في أول الفيديو. زي شايفين كده معايا الخليط قوامه إزاي، قوامه خفيف شوية عن قوام الكيك العادي. بعد كده هاكون محضّرة صينية المقاس الأوسط في طقم الصواني المستطيل زي ما أنتم شايفين كده، واكون مبطّناها بزيت ودقيق كويس جدًا، وهابدأ أصُب فيها خليط الكيك، وهاكون مسخّنة الفرن من قبلها بحوالي 10 دقايق على درجة حرارة 170 على الرف الأوسط. هادخّل الكيكة بتقعد حوالي 20 22 25 دقيقة بالكتير، وهتكون خلاص الكيكة معاكم مستوية زي ما أنتم شايفين كده. هنا خلاص الكيكة كانت استوت معايا وخدت اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده. هاركن الكيكة على جنب لحد ما تهدى معايا خالص. بعد كده هابدأ أحضّر الخليط اللي هاسقي بيه الكيكة، عبارة عن كوبايتين ونُص من اللبن. طبعًا اللبن نسبي ممكن يزيد أكتر من كده لو أنتِ حابة الكيكة تكون غرقانة في اللبن أكتر. وفي شوية إضافات بقى هتبرز معاكِ أكتر في طعم الكيكة. أنا هاحط بس معلقة كبيرة واحدة من السكر لأن الكيكة بتاعتي أساسًا مسكّرة، فحاطة كوباية وربع من السكر، فالكيكة معايا سكرها حلو. وهاحط كمان معلقة صغيرة من الفانيليا وهاقلبهم كويس جدًا. أنا هاكتفي بس بكده، لكن أنتِ لو عاوزة كمان طعم أعلى وأحلى هتضيفي معلقتين كبار من اللبن البودر، هيفرق معاكِ في الطعم جدًا أكنِّك سقيتيها حليب مكثّف. بعد كده هنبدأ نسقي الكيكة. هنا الكيكة كانت دافية واللبن كان ساقع. لأ أنا مش عاوزة الكيكة تكون باردة وأنا باسقيها، لأ تكون دافية هتفرق معاكِ جدًا وهي بتشرب اللبن. يعني الكيكة دافية واللبن ساقع، وهابدأ أسقي بقى زي ما أنتم شايفين كده لحد ما أخلّص كمية اللبن اللي أنا عاملاها. هنا الكمية حلوة جدًا بالنسبة لي، لكن لو أنتِ عاوزاها غرقانة في اللبن أكتر زي ما قُلنا هتزوديها. بعد كده هادخّل الكيكة التلاجة على ما نحضّر مع بعض الكريمة، وعشان تطلع معاكِ قوام الكريمة مضبوط لازم المَيّة تكون متلجة، فيها قطع من التلج زي ما أنتم شايفين كده. هابدأ أحط جزء من المَيّة حوالي نُص كوباية، عليهم معلقتين كبار من السكر. السكر الأبيض العادي مش سكر بودر، السكر الأبيض العادي هيطلّع معاكِ قوام الكريمة مضبوط أكتر. بعد كده هاضربهم كويس جدًا لحد ما معلقتين السكر يدوبوا مع المَيّة. وهنا المعلقتين كويسين جدًا بالنسبة للسكر عشان خاطر ما تنسوش إن في لسه طبقة كراميل، فعشان نحاول نوازن الطعم شوية. بعد كده هابدأ أضيف نُص كوباية من الكريم شانتيه.
طبعًا الكريم شانتيه هنا كريم شانتيه خام، لكن لو أنتِ عاوزة تستخدمي الباكيتات تبدئي تضربيهم على طول برضه وتحطّي المَيّة بالتدريج زي ما أنتم شايفين كده، هاكمّل ضرب وأبدأ أزوّد المَيّة بالتدريج زي ما أنتم شايفين كده لحد ما أوصل لقوام ثابت من الكريم شانتيه، زي ما أنتم شايفين كده أنا هنا خلاص وصلت للقوام المضبوط. نُص كوباية من الكريمة خدت معايا حوالي كوباية إلا ربع من المَيّة المتلجة، وطبعًا بيفرق من نوع للتاني، فأنتِ بتزوّدي المَيّة بالتدريج لحد ما توصلي للقوام المضبوط اللي أنتِ شايفاه معايا كده، هابدأ أفرد الكريمة على طول على الكيكة زي ما أنتم شايفين وأبدأ أسويها كويس. أي حاجة مسطحة عندي هابدأ أسوي سطح الكريمة كويس جدًا زي ما أنتم شايفين معايا كده، عشان لمّا نضيف عليها طبقة الكراميل تكون طبقة متساوية، بعد كده هابدأ أدخّلها التلاجة على ما نحضّر الكراميل مع بعض. دي أحلى وأنجح طريقة هتعملوا بيها صوص الكراميل أو صوص التوفي، عبارة عن نُص كوباية من السكر الأبيض، يُفضّل السكر الأبيض بلاش سكر تموين. هابدأ أرفعه على نار هادية، بلاش نار عالية عشان ما يتحرقش منِّك بسرعة، مش هالمس في المرحلة دي السكر لحد ما يبدأ يتكرمل معايا زي ما أنتم شايفين كده، في المرحلة دي هابدأ أقلّبه بمعلقة سيليكون أو معلقة خشب عشان الكراميل يضبط معاكِ، بعد كده زي ما أنتم شايفين كده بابدأ أقلّب الكراميل لحد ما يسيح خالص، ما يكونش فيه أي ذرة من ذرات السكر. وزي ما أنتم شايفين كده معايا السكر داب خالص واتكرمل زي ما أنتم شايفين، ما تحاوليش تغمقي اللون عن كده عشان ما يتحرقش معاكِ، بعد ما اتأكدت خلاص إن السكر كله داب واتكرمل للون اللي أنتم شايفينه ده، هابدأ أحط على طول عليه نُص كوباية من المَيّة السخنة، مَيّة سخنة بتغلي هابدأ أضيفها على طول بلاش مَيّة باردة عشان ما يحجرش منِّك جامد، زي ما أنتم شايفين كده هابدأ أضيف المَيّة وأقلب لحد ما السكر يدوب كويس جدًا في المَيّة. بعد ما اتأكدت إن الكراميل داب كويس جدًا وما عادش فيه قطع متحجرة، هابدأ أجهّز بقى امساح معلقة كبيرة من النشا زي ما أنتم شايفين كده، هادوّبها في نُص كوباية من اللبن السخن أو لبن دافي بلاش لبن بارد، هابدأ أدوّبها كويس جدًا، وبعد كده هابدأ أصُبّها على طول على خليط الكراميل والمَيّة اللي معايا، هابدأ أضيف خليط اللبن والنشا زي ما أنتم شايفين معايا كده، وهافضل أقلّب لحد ما القوام معايا يتقل. وأول ما القوام يتقل زي ما أنتم شايفين معايا كده، هابدأ أضيف على طول عليه معلقة كبيرة من الزبدة، وهافضل أقلّب لحد ما الزبدة تدوب في سخونية الكراميل معايا. وبعد ما اتأكدت إن الزبدة دابت كويس زي ما أنتم شايفين معايا كده، هاسيب الخليط يغلي غلوتين على النار، بعد كده هابدأ أرفعه من على النار على طول، ما تسيبيهوش يغلي كتير عشان كل ما هتسيبيه يغلي كتير كل ما الخليط هيتقل معاكِ ومش هتعرفي تفرديه كويس على الكيكة. وكده بقى معانا صوص الكراميل أو صوص التوفي جاهز، هابدأ أسيبه على جنب لحد ما يهدى شوية، أنا مش هافرده وهو لسه سخن على طبقة الكريمة، لإنِّك لو فردتيه وهو سخن على طبقة الكريمة هيبدأ يسيّح معاكِ طبقة الكريمة وهتتداخل مع بعض، لكن أنا باسيبه لحد ما يبقى دافي، وأبدأ أفرده زي ما أنتم شايفين كده بكل سهولة، بافضل أميّل الصينية في كل الجوانب لحد ما يغطي الصينية كلها. خطوة معانا بقى هنبدأ نزين الكيكة، معايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه خففتهم بمَيّة شوية، بعد كده حطيتهم في كيس تلاجة، وبعد كده بدأت أعمل بيهم خطوط زي ما أنتم شايفين كده، أنا بس باخففها بمَيّة عشان تنزل معايا بكل سهولة من الكيس، بعد كده باعمل خطوط بالعرض زي ما أنتم شايفين كده، وهاجيب عصاية من الشيش طاووق أو حتى خلة سنان وأبدأ أعمل خطوط رايح جاي، يعني الشكل التقليدي للتريليتشا اللي إحنا بنشوفه على طول. كده خلاص تكون الكيكة جاهزة معانا، هادخّلها التلاجة لمدة ساعتين، كل ما بتقعد معاكِ في التلاجة كل ما بتدّيكِ طعم أحلى. هنا بعد ما قعدت حوالي ساعتين في التلاجة هابدأ أقطّعها معاكم زي ما أنتم شايفين كده بجد من أحلى وأسهل الكيكات، عايزة أقول لِك كمان إن ارتفاع الكيكة كان عالي جدًا، ممكن تعمليها في صينية أكبر من كده، يعني ممكن تعمليها في أكبر صينية في طقم الصواني، هتدّيكِ الشكل يكون القطع ما تكونش مرتفعة أوي زي ما أنتم شايفين كده، فلو أنتم مش عاوزين الارتفاع ده ممكن تقللوا شوية الارتفاع عن طريق إنكم تعملوها في صينية أكبر. شايفين يا جماعة ارتفاع الكيكة وكمان حجمها ما شاء الله كبير، متهيأ لي قطعة شبه دي لو حاولنا نشتريها من برّه هندفع فيها رقم معتبر، أنا ما أعرفش هي سعرها كام دلوقتي، هي صحيح بقت سعرها كام؟ قولوا لي في الكومنتات، لإن بجد من أول ما بدأت أعملها في البيت وأنا خلاص بطّلت أشتريها من برّه من زمان، بجد الكيكة دي من أحلى وألذ الكيكات اللي ممكن تعملوها، كيكة هشة جدًا ومرتفعة زي ما أنتم شايفين كده، ولو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.